السلام عليكم. كنت نزلت بوست كده بنصح فيه الناس ان هي تشتغل وهي لسه طالبه، فجالي 4 انواع من الردود. اول رد: طب لو اهلي مش موافقين. تاني رد: طب لو بنت بقى والجامعه الصبح مش هتعرف تشتغل بالليل. تالت رد: لو انا يومي كله بيروح في الجامعه، بنزل من 9 الصبح بروح 7 بالليل، هشتغل امتى؟ والرد الرابع كان: هم يا عم الناس اللي متخرجه اصلا لاقيين شغل عشان الطلبه يلاقوا شغل. فانا في الفيديو ده هرد على ال4 حاجات دول. لو انت النهارده اهلك مش موافقين ان انت تشتغل جنب الجامعه، او لو الجامعه واخده كل وقتك، او لو انت بنت ومش عارفه تشتغلي عشان مواعيد بالليل مش هتنفع معاكي، او لو انت شخص عامه خلصت جامعه وخلصت تعليم ومش لاقي شغل. شوف شويه الحلول اللي هقول لك عليها. اول حاجه، شركه زي ادوب مثلا عملت لك حلول كتير جدا. يعني مثلا حاجه زي الفوتوشوب، ان انت النهارده تتعلم فوتوشوب وتبدا تعمل ديزاينات من وانت قاعد في البيت، وانت قاعد في بيتكم كده ما بتروحش في اي حته. لو انت اهلك بقى مش موافقين، بنت بقى ومش عارفه تتحركي، ما عندكش غير يومين في الاسبوع اللي هم مثلا خميس وجمعه تقدر تشتغل فيهم، بتشتغل بمزاجك خالص. والله حد عايز ديزاين، حد عايز حاجه، بتعملها له وتبعتها له على النت وهو يحاسبك عليها وخلاص. ودي الكاستمرز بتوعها كتير جدا. كل الشركات بقى اللي عايزه ديزاينات لمواقعها ولصفحاتها على الفيسبوك، اللي عايزين يعملوا ديزاينات لبيل بوردز ويحطوها في الشارع وبانرات ومش عارف ايه، كل الانشطه الطلابيه، كميه شغل بس بالفوتوشوب مش طبيعيه. بس محتاج كل اللي تعمله ان انت تقعد وتتعلم الفوتوشوب. تاني حاجه برضو تبع ادوب، حاجه اسمها الستريتور، هي زيها زي الفوتوشوب كده، بتتعلمها برضو حاجه ليها علاقه بالديزاين، بس هي مخصصه اكتر لللوجوز. تقعد تعمل لوجو لشركه مثلا او ستارت اب او مطعم او اي حاجه عايزه تعمل لوجو. رينج اللوجوهات مثلا بيبقى من 500 جنيه، ده الحاجات القليله جدا، لحد ممكن يوصل ل 3 4000 جنيه. واللوجو بياخد مثلا 3 4 ساعات شغل. لو انت النهارده اشتغلت 10 لوجوهات في الشهر مثلا وعملت اللوجو ب 1000 جنيه، يعني 10000 جنيه في الشهر وانت قاعد في بيتكم. كل اللي انت محتاج تتعلمه ان انت تعمل اللوجو على الالستريتور ازاي، وتتعلم ده، وتعمل بورتفوليو بقى وتبدا توري الناس شغلك لحد ما يبقى عليك طلب. وحسب بقى الشركات اللي بتتعامل معاها وحسب هاو بروفيشنال يو ار بتقدر تحدد السعر اللي انت هتاخده. كل ده لو انت بنت، لو انت واحد مش لاقي شغل خالص وعايز تفتح لنفسك فرصه شغل، بس تتعلم حاجه زي دي تقدر تنقلك في الشغل جامد جدا. عندك حاجه مثلا زي الادوب بريمير. ادوب بريمير ده برنامج برضو تبع ادوب، بس بيشتغل على المونتاج بتاع الفيديوهات، ان انت تقطع الفيديوهات وتشيل الكلام اللي في النص ومش عارف ايه، وتعمل زوم وتعمل شويه شغل مونتاج كده على الفيديوهات. طبعا في وسط اللي احنا شايفينه ده، ان كل الشركات دلوقتي، كل الستارت ابس، وكل حتى المطاعم والمحلات وكل الحاجات الصغيره او المتوسطه بدات تعمل فيديوهات بسبب الفيسبوك. ما عادش الموضوع زي زمان بقى تلفزيون ومحتاج ميزانيات ضخمه، لا، اي حد دلوقتي بيعمل فيديو. فانت لو بدات يبقى عندك سكيل زي دي وتتعلمها، هتبقى مطلوب جدا وهتلاقي شغل بالهبل لو انت بس شاطر في الموضوع ده. في كمان حاجه اسمها ادوب افتر افكت. ادوب افتر افكت برضه بيشتغل على الفيديوهات، بس بدل المونتاج بيشتغل على الجرافيك موشن، ان انت تعمل بقى الاسم بيتحرك، مش عارف تظهر ايه كلام بيبقى حواليا، انفوجرافيكس، عايز تظهر معلومات، الحاجات الموشن دي كلها اللي فيها حركه دي في الفيديوهات، الافتر افكت هو اللي بيعملها، وبرده مطلوب جدا وبرده شغله غالي جدا. وكل الحاجات دي على فكره بتتحاسب بالثانيه وبالدقيقه وارقام كويسه. لو انت شاطر فيها وتعلمتها كويس تفتح لك مجال شغل جامد جدا. وحلاوه الشغل ده ان كله على الانترنت، هو يبعت لك الفيديوهات انت تشتغل عليها تبعتها له، كل ده وانت قاعد في البيت من غير ما تعمل اي حاجه. اخر حاجه بقى في شركه ادوب هي ادوب ان ديزاين. ده برده برنامج ديزاين زي الفوتوشوب، بس بيشتغل بقى على المجلات والكتب والفلايرز والحاجات دي. فانت عندك بس من شركه ادوب اوبشنز كتير قوي. طيب غير شركه ادوب في مواقع فريلانس تشتغل منها من وانت قاعد في البيت. موقع مثلا زي اب وورك، الموقع ده انت بتخش تسجل فيه ان انت والله انا بعرف اعمل 1 2 3، بعرف اعمل ديزاينز، بعرف اشتغل برمجه، بعرف، انا شاطر في الانجليزي، بعرف اترجم. ويبدا واحد مثلا زي عايز حته يترجمها للعربي، حته مثلا بالانجليزي عايز يترجمها للعربي، فيرفعها على السايت. فانت تخش تقدم على الشغلانه دي فيبعتها لك، فتعملها، فيبعت لك مثلا 10 دولار 20 دولار على حسب ما تتفقوا. تشوف بقى انت ممكن تخش على السايتات دي وتشوف سايتات، كل السايتات الفريلانس، وتشوف ايه اللي ممكن تتعلمه وتبدا تشتغل من عليه. بس محتاج ان انت بس اللي تتحرك وتبدا تتعلم. وفي اوبشن ثالث خالص، ان انت مثلا تروح تاخد كورس ماركتنج او دبلومه ماركتنج في اي حته زي الاي سي او اي مكان بيقدم الحاجه زي دي، وممكن تتعلم فوتوشوب او لا، بس ممكن بعد كده تبدا تمسك بيدجات فيسبوك. يعني تمسك مثلا شركه مثلا جنبكم، مطعم فاتح، مش عارف ايه فاتح ايه، تروح تقدم وتقول لهم انا عايز امسك لكم الصفحات، هعمل لكم الديزاين وانزل لكم البوستات وارد على الناس وارد على المسجات ومش عارف ايه. وممكن ان انت تمسك مثلا 3 4 صفحات او 5 6 صفحات في الشهر،
وده بيكون حسابها مثلا الصفحه بتديك في الشهر مثلا من 1000 ونص ل 2000 ل 2000 ونص ساعات، حسب برضو الشركات اللي انت هتمسكها وحسب انت شاطر قد ايه في التسويق والماركتنج والكلام ده، وتعرف تعمل لهم استراتيجي عامله ازاي. فممكن تمسك مثلا 4 بيدجات كل واحده ب 1000 ونص، يعني 6000 جنيه في الشهر. الفكره ان في اوبشنز كتير وحاجات كتير، والعالم بقى مفتوح على بعضه، وممكن تعمل حاجات كتير جدا من خلال الانترنت، بس انت تدور. خش تكتب على اليوتيوب ازاي اكسب فلوس من على الانترنت، ازاي اشتغل من على الانترنت، ازاي اعمل اي حاجه وانا قاعد في البيت، وهتلاقي حاجات كتير قوي. مفيش حجه، ما عادش ليك حجه، ما عادش في حاجه اسمها اصل اهلي مش موافقين، اصل انا بنت، اصل انا مشغول في الجامعه. لو عايز تشتغل وعايز تعمل حاجه لنفسك وعايز يبقى عندك استقلاليه ماديه، كل ده بقى متاح بسبب الانترنت، بس انت تعافر شويه وتدور وهتلاقي ان شاء الله. شكرا.